السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. رمضان بقى على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض سلسلة حلويات شرقية. عملنا قبل كده البسبوسة وعملنا قبل كده بلح الشام. النهاردة بقى هنعمل صوابع زينب. زي ما انتم شايفين كده شكلها حلو جدا. ونعرف ازاي نخلي اللون بتاعها ذهبي كده وحلو، والقرمشه بتاعتها لذيذه جدا وهتعجبكم قوي. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. بس لسه قبل ما نخش على الفيديو عايزه اقول اللي لسه مشتركش في القناه ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد، ووصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان القناه تكبر وتتشاف بيكم ان شاء الله ونبقى اكبر عيله في الدنيا. معايا كده 3 كوبايات من الدقيق انا نخلاهم، وعليهم كده كوبايه من سميد البسبوسه، سميد ناعم. معايا كده معلقه كبيره من السكر، ورشه كده من الملح، ونص معلقه كبيره من الخميره، و3/4 كوبايه من السمنه. انا عيرت السمنه قبل ما اسيحها، يعني هي 3/4 قبل ما اسيحها. وبعدين حطيتها كده في طاسه كده على النار وسبتها تفك معايا كده، مش عاوزاها تسخن او انا عاوزاها بس تفك. قلبت كده المكونات الجافه مع بعضها اللي هو الدقيق والبسبوسه والسكر والملح، ونزلت كده بالسمنه. انا حطيت 3/4، انا حسيت ان هم كتير يعني فحطيت انت حطي 3/4 كوبايه. ديت سمنه بلدي على سمنه من اللي هي العاديه دي. هبدأ بقى ان انا بس الدقيق بتاعي كده بايديا. عايزه كل الدقيق يبقى زي حبات الرمل المبلوله كده، كل الدقيق يشرب من السمنه بتاعتي كده ويبقى زي حبات الرمل كده. آه هفضل افرك فيه كده كلته كده، او هدخل السمنه فيه كده او ابسه زي ما انتوا شايفين كده. منزلش بالسوائل خالص غير لما اتاكد ان الدقيق كله شرب من السمنه. زي ما انتوا شايفين كده انا هبسه وارجع لكم تاني. كده خلاص الدقيق كله شرب السمنه اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده. هشيل شويه في ايدي اتك عليهم الاقيهم كده اتكتلوا كده مع بعض، يبقى كده خلاص. انزل بقى بالسوائل وانزل بالخميره. انا هنا مستخدمه الخميره البيره. لو انت هتستخدمي خميره فوريه هتحطي نص معلقه كبيره. انا مستخدمه الخميره اللي هي البيره ديت، فهحط هعايرها برضو تبقى نص معلقه كده. صوابع زينب دي من الحلويات الشرقيه الجميله جدا اللي كلنا بنحبها وبتبقى تحفه جدا. انا عيرت كده اهوت نص معلقه. انا هستخدم كوبايه من الميه. هي الدقيق بقى على حسب ما ياخد معاكي سوائل قد ايه. انا استخدمت كوبايه من الميه، انت ممكن تستخدمي كوبايه وربع، كوبايه الا ربع، حسب الدقيق اللي انت بتستخدميه. ما بنزلش السوائل كلها مره واحده، بنزل شويه بشويه كده علشان العجينه تطلع مظبوطه معايا. زي ما انتوا شايفين بقى هبدا ان انا اعجن وانزل سوائل شويه بشويه. بالنسبه للشربات بتاع صوابع زينب هنحتاج 5 كوبايات من السكر، عليهم 2.5 كوباية من الميه، وعصره ليمونه، ومعلقه كبيره من عسل الجلوكوز او العسل الابيض، واحطهم كده على النار لمدة 10 دقايق لحد لما يتقل معايا. الشربات بتاع صوابع زينب بيبقى تقيل زي البسبوسة وزي بلح الشام. عشان انا مش هعمل شربات لان انا عندي شربات من بتاع بلح الشام اللي عملنا قبل كده مع بعض، فانا هستخدمه. لو انت بقى مش عندك هتعملي كده 5 كوبايات سكر، 2.5 كوباية من المية، معلقتين من عسل النحل او عسل الجلوكوز، وعصرة نص ليمون، وتحطوهم على النار من غير ما تقلبوهم خالص وتسيبوهم لمدة 10 دقايق. انا كده استخدمت بقى كوباية المية كلها اهي. هبدأ بقى اعجنهم كده كويس مع بعض لحد لما العجينة تبدأ ان هي ما تقطعش معايا. زي ما انتوا شايفينها طول ما هي بتقطع كده يبقى العجينة لسه مش معجونة كويس.
كده خلاص العجينة بتاعتي بقت تمام. انا مش هسيبها تختمر كل الوقت، انا هسيبها 10 دقايق او 7 دقايق كده لحد ما نجهز الحاجة اللي هنستخدم. هركنها على جنب كده واغطيها فوطة. ده العسل اللي انا بقول لكم عليه بتاع بلح الشام اللي عملناه قبل كده مع بعض، انا هستخدمه. وعاوزين البلح أو عاوزين العسل يبقى ساقع، يعني لو انت عاملاه تحطيه في الفريزر لمدة ساعة، عشان احنا عايزينه يبقى ساعة عشان تطلع صوابع زينب مقرمشة معايا كده. انا بصراحة جيت استخدم المبشرة لقيتها مش بتطلع الرسمة بتاعتها ظاهرة قوي، فجبت الشبكة ديت اللي هي بتيجي مع طقم الحلل، لقيتها عندي يعني، فانا استخدمتها لقيتها بتطلع الرسمة حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين كده استخدمت الشبكة ديت في ان هي ترسم لي الرسمة الحلوة. لو عندك بصمة الكحك هتعملي بيها، لو عندك المبشرة تعملي بيها برضو، بس انا حسيت ان دي طلعت لي الرسمة واضحة شوية وجميلة فاستخدمتها. انا هسيبكم بقى وهقعد كده على الارض، افرش على الارض واجهز كل الصوابع زينب بالشكل ده وارجع لكم تاني. ما بضغطش عليها قوي علشان العجينه ما تخشش في الاخرام كده بتاعت الشبكه وتبوظ معايا وما تطلعش. الرسمه حلوه جدا وظاهره، بقفلها كده، بقفل الفتحات دي على بعضها علشان ما تفكش معايا جوه الزيت. بعد ما قعدت فرشت بقى على الارض، خلصت كل الكميه زي ما انتوا شايفينها كده. سبت لكم حته عشان اوريكم كمان. اهم حاجه ان احنا نخلي صوابع زينب صغيره، نقطع العجينه صغير، ما نخليهاش كبير علشان لسه هتختمر كمان. لسه هترتفع يعني وتزيد كمان في الزيت. يبقى هي كده ما خدتش معايا اختمار خالص غير هم 10 دقايق، وبعدين اشتغلت فيها. وعلى ما خلصت اخر واحده، كانت اول واحده انا عملتها كانت خلاص اختمرت وخدت وقتها زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه ان احنا نخلي صوابع زينب صغيره عشان تطلع معانا مقرمشه ومش تخينه وتبقى عجينه من جوه. في التسويه بقى هنحتاج زيت غزير. جبت حله كده تكون صغيره وحطيت فيها زيت كتير وشغلت عليها النار وسبتها بقى ان هي ايه تسخن. صوابع زينب بتحتاج الزيت بتاعها يكون سخن، مش حامي جدا جدا ومش بارد برضو، عشان ما تبص معايا بالشكل ده. انا كنت بختبر الزيت طلع ان هو لسه كمان محماش، يعني لسه ما سخنش قوي. بتبقى عاوزه درجه حراره الزيت تكون عاليه، وايدك فيها على طول تقلبيها علشان تاخد اللون، وكمان تبقى مقرمشه وحلوه وتبقى مستويه كمان من جوه. يعني يبقى ناخد بالنا ان احنا نخلي صوابع زينب تبقى العجينه بتاعتها حته صغيره، نعملها صغير ونقفل الفتحه بتاعتها اللي بتبقى ورا، والزيت بتاعها يبقى سخن علشان تقرمش معايا. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت كميه هي في الزيت، وعلى طول بقلبها كده بالشبكه اللي في ايدي دي. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الغامق شويه. بدات ان هي تاخد لون معايا هي، ما فتحتش، بسم الله ما شاء الله، ما فتحتش مني وحلوه جدا. لما تنزليها والزيت بارد تفك معاكي، الفتحه بتاعتها اللي ورا دي تفتح معاكي في الزيت لو الزيت مش سخن كفايه يعني. ربنا يحسن ما بين ايديكم وبألف هنا وشفا على قلبكم. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسيش تحط لي اللايك، عشان عايزينكم بقى ايه الفيديو ده تفجروه كده من اللايكات عشان القناه تكبر وتتشاف بيكم ونبقى احلى عيله في الدنيا. وببقى سعيده جدا لما بقرا اي كومنتات لكم. شايفين بقى انا هزود على اللون ده شويه كمان علشان تبقى مقرمشه اكتر. هي لونها بيبقى غامق شويه. هطلع بقى واحط على طول في في الشربات بتاعنا، اللي زي ما قلت لكم الشربات يبقى ساقع، يعني حطوه في التلاجة قبل ما تعملوا قبل ما تعملوا صوابع زينب. لما تستخدموه تطلعوه من التلاجة على طول.
شايفين كده مقرمشة وجميلة جدا. انا كنت عايزة اسمعكم الصوت. مقرمشة جدا وحلوة واخدة لون جميل جدا. يا رب بقى الوصفة تجربوها وتعجبكم. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد. بألف هنا وشوفة على قلبكم. مقرمشة جدا وحلوة. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا له عليها رأيكم في التعليقات. مع السلامة.